تنمارس العادة السرية 3 المرات 4 في النهار الساعة. ما يمكنش تخلص منها، ما يمكنش تخلص من هذاك التخلص. كتشوفها راجل غادي كتخيلو كيضرب في شي وحده الا ما وصلتيش للمثليه، وهذه كتوصلك حتى للمثليه. خارج من الدوش معصب ما حاملش راسك، دوي معاك يمو كدور فيها. كاين تاثير كبير على العلاقه الجنسيه. هذا هو اكبر تاثير من مور العقل. كتاثر الصراحه على الهضره مع البنات والحشمه. كتلقى ان داكشي اللي كيدير داك الممثل الاباحي ما كتقدرش انت ديرو في الواقع. حاجه غيولي عندك ضعف انتصار، كتجي الواقع حاجه اخرى. بكل صراحه تقدر تشم شي ريحه، تشوف شي منظر ما يعجبكش. عطينا شي حل اللي بغى يقطع. اليوم الموضوع على العادة السرية، بدا لينا شنو التأثير ديالها على الدراري والبنات، العادة السرية والإباحية؟ التأثير ديالها عندها بزاف ديال التأثيرات من ناحية العلاقات. نبداو بالعلاقات. العلاقات مع العائلة بعدا، حيت انت كتولي دير العادة السرية كتولي غير معصب، ديما معصب ديما معصب، ما كتحس براسك ما عندكش واحد التقدير الذات. يعني ضروري ما غدير لك مشاكل مع عائلتك. تقدر غير تكون يلاه دايرها خارج من الدوش معصب ما حاملش راسك، دوي معاك يمو كدور فيها، غتجي لك مشاكل مع عائلتك. صحابك الصراحة صحابك كيكونوا تا هما بحالك تقريبا. صحابك تيكونوا تا هما تيعطيو وصليه، ما تلقاش معاهم مشكل. تتخرجوا تقعدوا على وا درتها البارح تعطي كضحكوا تهضروا على البنات. ما كاينش مشكل، ما كنتش مشكل مع صحابك. اما بالنسبه للجنس الاخر، مع البنات، الدراري مع البنات والبنات مع الدراري. البنات هما تتخلق لهم هاد العصبية. البنات ما عندهمش بزاف، لا البنات ما كتكونش عندهم بزاف، ما كيطيحوش فيها بزاف. هما البنات ما كيطيحوش فيها بزاف، ولكن ملي كيطيح فيها كيغرقوا فيها. فهمتيني؟ حتى هما كيغرقوا فيها بحالنا تقريبا. كتاثر الصراحه على الهضره مع البنات والحشمه. ماشي هي داك الفعل ديال العاده السريه كيخليك تحشم. داكشي اللي كيدير العاده السريه لعقلك هو اللي تيخليك تحشم. حيت العاده السريه ملي كدير كطيح تقدير الذات اوتوماتيكمون. الا مشيتي تهضر مع شي بنت سواء كتقرا معاك ولا اي حاجه، ما كنشجعوش على الحرام، كتولي انت تتقدر نفسك لتحت وتشوفها ديما فوق منك. والا كنتي كتشوف شي واحد فوق منك راه غتحشم منه وما غتقدرش تهضر معاه، تبدا تفتف. فهمتيني؟ الا كنتي واقف تدوي مع شي حد شي وزير ولا شي حاجه راه ضروري تعتبره فوق منك، ما غتخرجش في عينيك، غتحشم. هذا هو السبب علاش كتجيب لهم الحشمه، وكتيكونوا بزاف ديال الدراري تيحشموا من شي مواقف بسيطه. بحال دابا في البداية قلتي الدراري تيوليو عصبيين، واش بحال قلتي تيولي بحال شي واحد مبلي، بحال الدراري اللي مبليين؟ لا، هي معروف انها بليه، معروف انها ادمان. هي بليه، العاده السريه بليه كبيره، بحال الكارو ولا كثر. تقدر تكون كثر كاع من الكار، تقدر تكون كثار من الكارو اللي هي. حيت هي الكارو ما عندكش فلوس هانيه تقدر ديرها في الكارو. ما تقدرش تكمي كارو في الطواليت، غتخرج الريحه. هي راه تقدر ديرها في الطواليت بلا ما يحسوا بك لتحت ما يعاقبوا. هذا السري. العاده السريه ما فيهاش عراقيل باش ديرها. الكارو فيه واحد العراقيل، تقدر تخاف من يشوفوك ولا الدرب. اما مولفت كتكمل يشوفوك ولا الدرب، خاصك 2 دراهم ديما كل صباح. 2 دراهم 30 درهم، كاين اللي كيوصل حتى للباكيه في النهار. كاين واحد العراقيل. العاده السريه والو كونيكسيون كاينه في اي دار. غتحل صابونه. شكون اللي ما عندوش صابونه في الدار؟ ديما الصابون كاين في الدار، هو الوحيد اللي ما كيتقاداش في الدار. كيشجعونا نديروها. بالنسبة للعقل، قول لنا واش كينقص التركيز ولا كيتزاد ولا بالنسبه للعقل، ولا كيبقى الانتاجيه والتركيز ديال الدراري زعما الصراحه كلشي في هذا العاده السريه كلشي متعلق بالدوبامين. ملي كديرها شنو كيوقع للدوبامين؟ كيتفرقع، وملي كيهبط حتى لتحت. هذا الدوبامين هرمون متعه شرحته بزاف د المرات ما نعاودش نصح. ملي كديرها كيطلع حتى الفوق، كيهبط، ما كيبقاش عادي، ما كيبقاش في المستوى العادي، كيبقى ناقص بزاف في الجسم. هي علاش كتحس بالندم من مور مده وانت كتمارسها. داك الدوبامين العادي، داك الخط الطبيعي ما كيبقاش طبيعي، كيطلع للفوق. كتولي ما كتمتعش بشي حوايج البساط. يعني العقل ديالك ما يبقاش يتمتع بالحوايج البساط. شحال هادي كنتي قادر تجلس تامل، كنتي قادر تجلس تقرا كتاب. دابا ما تلقاش دري قادر يجلس ماشي يتامل ماشي يقرا كتاب، غير يجلس ما يدير والو. غير 5 دقائق ما يقدرش، يبدا يغور، يبدا يدير يبدا يتحرك، خاصو شي حاجه يديرها. فهمتيني؟ زعما التركيز نقص في هذا الجيل اللي حنا فيه دابا. انا جاي لك التركيز، ما غاتقدرش تجلس. ما كاينش، ماشي ما تدويش دابا على التركيز. قبل التركيز غير يجلس، غير يشد كتاب يبقى يشوف فيه ما يقدرش. تشد واحد النغله يبغي يدير شي حاجه يبغي يحرك الدوبامين. حيت الدوبامين طلع بزاف. هاد الدوبامين ملي كتكون كدير العاده السريه وعاطي لعقلك هاد الفرصه ديال انه ياخذ دوبامين كبير من العاده، كتولي تبغي تجلس تقرا كتاب ولا تخدم ولا دير اي حاجه. الدوبامين تما قليل، وخاصك الكتاب تقراه، تبقى تقرا حتى طيح على ديك المعلومه اللي غدير لك ديك اللعيبه ديال واو في عقلك، زعما راني عرفت شي حاجه جديده. خاصك تقرا واحد 10 صفحات 12 عاد كتبدا تحس بها. هاد اللعيبه ديال الدوبامين عقلك ملي تبدا انت تقرا كتاب وتيشوف راسو راه الدوبامين معطل،
هو داير في عقلو انه العاده السريه راه كتجيب الدوبامين كثار من هذا، ويمكن ليه يديرها في اي وقيته. كيبدا يغرك باش تطلق داك الكتاب وتمشي دير حاجه اخرى، سواء كانت ماشي غير العاده في هاد اللعيبه، ماشي غير العاده السريه، سواء سكرولينغ، سواء اي حاجه كتطلع الدوبامين هي سبب على التركيز طايح. ملي كيشوفك انت عقلك ما قادرش ان الدوبامين، عندك وسيله اخرى باش تجيب الدوبامين كثير، كيجيب لك الملل في ديك الحاجه ما كتقدرش تركز فيها. الا قطعتي العاده وقطعتي جميع الوسائل ديال الدوبامين اش غيوقع للتركيز ديالك؟ عقلك ما غيلقى حتى شي فرصه باش يجيب الدوبامين، غيلقى ديك الفرصه الوحيده باش يجيب الدوبامين هو داك الكتاب، غيبدا مركز معاك وتيقلب معاك على داك الدوبامين، فهمتي؟ غيبدا غادي معاك سطر بسطر باش يلقى داك المعلومه اللي غدير لك واو باش يطلع شويه ديال الدوبامين. دابا تدوي على السن ديال 12 عام 14. كلشي من 7 سنين حتى ل 60 عام. واخا هكاك حتى حنا صغارنا، ندوي لك على الصغار قبل 10 سنين اما فوق 10 سنين حتى حنا طحنا على هاد الدوبامين. كان عندنا دوبامين ولكن دوبامين طبيعي، دوبامين موراه مجهود، يعني باش تماركي بيت مثلا في الزنقه راه خصك تجري تدفع عشيرك طيح تضرب باش تماركي بيت باش تفرح. ودابا راه هو دري كيتزاد عنده 10 سنين ما كاين ما يطيح ما يجري ما يدير والو، يحل لا مانيطه يشعل اكس بوكس ماركه جبيوته، داك الدوبامين اللي كنتي تاخذو تطيح وتتعرق عليه كياخذوه في ثانيه. عقلو واش كيولف؟ عقلو كيتبرمج انه صافي ما كاينش علاش ما كاينش تخمن. عقلو تيتبرمج ما كاينش لاش يدير ادنى مجهود باش ياخذ الدوبامين، ما كاينش لاش يقرا كتاب، ما كاينش لاش يبقى يحفي عينيه باش ياخذ الدوبامين، هو عارف انه يقدر ياخذ. ومنطقيا هذه بالنسبه للعقل اكثر حاجه منطقيه. علاش انت واحد الحاجه اللي غتاخذها فابور وسهله علاش تمشي دير مجهود باش تاخذ نفسها وتقدر تاخذ قل منها كاع؟ علاش؟ منطقيا خاص دير ديك الحاجه اللي ما دير بلا مجهود وتاخذ الدوبامين كبر. العقل اللي ما عارفش هاد المعادله، الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش العقل هو ان هاد المعادله كتخرجك في اللي ما غيعجبكش، كتدمر لك عقلك وكتخرجك في شي حوايج اللي ما يعجبوكش. حيت ديما داك الدوبامين اللي كيكون سريع وبطريقه سهله تيكون مضر للجسم وللعقل. بالنسبه للدراري ولا بنات اللي مقبلين على الزواج اشكل العادات اللي كانوا تيمارسوا العاده السريه شحال هادي ولا عام ولا مدمنين عليها ولا تيمارسوها غير مره في السيمانه، فاش غيبغيو يتزوجوا كذا غيأثر عليهم في العلاقه الجنسيه، غيكون شي تاثير ولا أي- يقدر يكون ما يكونش لا ماشي. لا يكون تاثير، كاين تاثير كبير على العلاقه الجنسيه، هذا هو اكبر تاثير من امور العقل. العقل هو الاولاني حيت العقل ما يخليك دير والو، ثاني تاثير هو العلاقات الجنسيه، حيت الشخصيه تقدر تخطى هاد العقبه. حيت بالنسبه لي انا ما كنتش كنلقى مشكل مع نهضر مع بنت، ما كنتش كنحسن، واخا كنت كنديرها فاش كنت صغير ما كنتش كنحسن من البنات، كانت عندي عاديه. العلاقات الجنسيه كتولي اولا كيولي عندك واحد التوقعات اللي كبيره بزاف، تولي تتوقع شي حوايج اللي ما كاينينش في الواقع، شي حوايج اللي الناس كيصوروهم كيجبد الكاميرا، خصوصا الاباحيه هذه ما كديرهاش بزاف العاده السريه، كديرها الاباحيه اللي مع العاده السريه. حنا دخلناهم حيت العاده السريه ما يمكنش ديرها بلا اباحيه، خصوصا في هذا الوقيته. كتشوف انت داك الشيء كتشوفه ماشي طبيعي، داك الشيء اللي كتشوف مصور على مده طويله. ملي تجي انت تلقى مرتك تلقاها عيانه على دوك الممثلات الاباحيات، كتلقى ان داك الشيء اللي كيدير داك الممثل الاباحي ما كتقدرش انت ديرو في الواقع. عاد زيد كتاثر على واحد الحاجه اخرى، هي انها كتبدا تادي بك للتطرف. الا ما وصلتيش للمثليه، وهذه كتوصلك حتى للمثليه، الا ما وصلتيش للمثليه كتولي تقلب على العنف. اباحيه دابا تهضر على الاباحيه لا، حيت العاده السريه كدير الاباحيه. مهم. الا ما داتكش للمثليه غادي تتطرف وتولي عنيف. ومرتك انت الا كنتي تزوج في بنت الناس راه في الغالب ما تلقاش كدير العاده السريه، يعني هي ما باغاش العنف، ما مولفاش العنف. عمرها دارت حتى الا كانت دارت وغلطات ودارت ما غتلقاش كيعجبها العنف. انت كتجيك مولف داك الشيء عنيف في الفيديوهات، غتولي تطبق داك العنف تسير لك الصداع معاها. شكون كيسحاب ليه مدمن الاباحيه؟ شنو كيسحاب ليه؟ كيسحاب ليه المراه اللي شديتيها ومرمتيها وداك الشيء راه يعجبها الحال تفرح. وراه العكس، راه حتى وحده ما كتعجبها العنف من غير اللي كانت هي مبليه بداك الشيء. الا كانت هي مبليه بالعاده السريه شي مدمنه على حتى هذا هي الشيء. مدمنه، تتولي حتى هي تعجبها العنف وداك الشيء، ما تيبقاش يقنع داك الشيء العادي بحالك. ثالث حاجه غيولي عندك ضعف انتصاب. ضعف انتصاب هذه باينه تولي عندك غير ما بغيتيش تفكر وتحللها، باينه. انت ملي كتشوف داك الشيء في التليفون كيكون مثالي ما غتحتاجش توقع لك شي حاجه مثلا تعيف ولا شي حاجه، ولكن في الواقع حاجه اخرى. في الواقع انت مولف كتشوف داك الشيء مثالي، كتجي الواقع حاجه اخرى. بكل صراحه تقدر تشم شي ريحه، تشوف شي منظر ما يعجبكش، حيت مرتك انت الصراحه ما غتشوفهاش. النظره الشرعيه ما غتشوفهاش عريانه، غتشوفها من وجهها. ولكن ملي في البيت تقدر تشوف شي حاجه اللي ما تعجبكش. الا كنتي انسان طبيعي ما غتاثرش عليك ديك الحاجه، غتمارسوا العلاقه الجنسيه غتكون مرتاح مع مرتك. الا كنتي مدمن اباحيه مولف على المثليه ما يقدرش ينتصب لك، حيت غادي تشوف داك الشيء ما
انت مولف مثالي، انت مولف هو كيشوف داكشي مثالي. ثانيا تولي تقذف دغيا، تولي تقذف بالزربه. حتى في العاده السريه ولا في شي ريحه الصابون. وراه بصح، راه فري، راه العاده السريه راه هنا والجنس هنا، راه جوج حوايج مختلفين بزاف. مدمن العاده السريه كيوقع في هذا المشكل، كيحسب لي العاده السريه هو الجنس، كيدير العاده، تيقول لا العاده السريه راني خدام، راه الموتور خدام لي في العاده السريه غيخدم لي حتى في الزواج. غتصدم. حيت كاينه واحد اللعيبه اخرى تاني قريتها، ما عرفتش واش بصح ولا لا، ما نكذبش عليكم، شي حاجه اللي جربتها انا نقول لك بصح، شي حاجه ما جربتهاش انا ما نقولش لك راه بصح. في الجنس ملي كتقذف وكيكون قبل القذف واحد التلامس بين جوج بشرات، كيتفرز واحد الهرمون اللي كيخلي داك الدوبامين ملي كيطلع ما كيرجعش يهبط لتحت، وكلشي كيرجع يتقاد من موراه من غير الماني كيعاود يرجع يتكون. اما في العاده السريه ما تيكونش داك التلامس ما بين الطرف والطرف، حيت حاجه اللي ما تخلقهاش الله، حاجه حنا اللي اجتهدنا باش درناها. ما كيكونش داك التلامس، الدوبامين كيطلع وكيهبط وحتى حاجه ما كترجع بلاصتها موراه، كيخصك واحد المده باش تعافى بحال المدمن. اجي قول لنا دابا علاش 99% كيطيحوا فيها؟ شنو السبب؟ الاسباب زعما الاسباب، اه. عندي في عقلي جوج اسباب. السبب ماشي جوج اسباب، السبب رئيسي واسباب ثانوي. السبب الرئيسي هو النظام العالمي بغى هادشي، ما نكذبش عليك. علاش؟ العاده السريه اكبر منعش للاقتصاد، من الاخر اكبر منعش للاقتصاد. علاش؟ قال لك واحد فروم ولا ما عرفت اين مدينه، كانوا كيشدوا التيران الغاضبه دوك الذكور ما كيقدروش يروضوهم، كيكونوا معصبين كيديروا لهم الاخصاء، كيحيدوا لهم الماني، كيديروا لهم الاخصاء، تيتهدن وتيتركا، تيخليوها شي الذكور دوك القويه باش يخصبوا الاناث، والشيء الاخر كيتذبح. العاده السريه اولا الراجل، عرفتي الراجل الا ما دارش العاده السريه اش غيطرا؟ غيخدم، غيتزوج، غيستر وليداتو، غيتبع طريق الله، ما غيديرش الربا، حتى مستافد العالم منه الا ما دارش العاده السريه. وهادشي شنو يوقع الا دار العاده السريه؟ غيولي متبع البنات، غيولي باغي يشري الطوموبيلات والحديدات باش يغري البنات، غيولي كيشري الروايح باش يغري البنات. تخيل راجل عمرو شرا ريحه وديما البنات دايرين به، عمرو يشري شي بارفان، عمرو غيشري شي عطره. هذه ابسط مثال، ابسط مثال. عادي يمشي يشري لك هو فيراري لامبورغيني باش يعجب شي بنت، هو كاع البنات اصلا دايرين به. فهمتيني؟ وعاوتاني شنو كيوقع اللي كيديرها؟ كيولي الا لاحظتي اللي كيديرها كينقص ليه هرمون التستوستيرون، كيولي غادي شويه للانوثه. والاناث شنو اكثر حاجه محكمه فيهم؟ المشاعر ديالهم. يعني الذكر تا هو كتولي محكمه في المشاعر ديالهم، كتبقاش في ديك الرجوله ديال المنطقيه، هاد اللعيبه غنشريها لا ما نشريهاش ما تفيدنيش، ما كيبقاش عنده هادشي. كتلقى بنادم كيخرج كيشري راه غاز بشلاغمو، واخا الشيبسات ميكات الشيبسات مريح يتفرج في نتفليكس وبشلاغمو، عرفتي قداش؟ وتشوفو تقول هذا انا لبات وهذا 20 واحد تيدير تيك توك، تيولي متبع المشاعر ديالو. هادشي كامل بالعاده السريه، بالعاده السريه هادشي كامل. والثالث حاجه هو انعاش الاقتصاد ديال يشري حوايج يولي مستهلك، هو ولا مستهلك، ما بقاش غيخدم بزاف، غيخدموا العيالات اللي هما مستهلكين كثر، يعني غيفرغوا مناصب الشغل. ثالث حاجه هما غيديوك المثليه، الا مشيتي للمثليه صافي مشيتي نعشتي لهم الاقتصاد، العمليات باش دير تكبر. شحال د العمليات عرفتي الملاير كيدخلوا من العمليات ديال تحويل الجنس، ناهيك على دوك الفيديوهات في دوك السيتات والاشهارات والممثلين. شحال المهم الاقتصاد كيتنتعش بهاد اللعيبه، هاد اللعيبه مهمه للاقتصاد، هي باش طالع الاقتصاد. كيولي مستهلك لا واعي، كيولي فيه داك الاستروجين كثر من التستوستيرون، كيولي تفكر داك التستوستيرون. وكاينه اسباب ثانويه، اسباب ثانويه اللي السبب الرئيسي هو اللي داير هاد الاسباب الثانويه. البنات في نظرك علاش كيديروا العكوره للبنات من غير الاستهلاك؟ باش يجروا الرجال، باش يغريو الرجال. الافلام، السوشيال ميديا، التليفون، هادشي كامل اسباب ثانويه. الا قطعتي هادشي كامل ما غتبقاش دير، كتخرج كتشوف، انت كتقعد النهار كامل انت كتشوف، انت فينا هو هاد القلب اللي غيصبر على هادشي؟ النهار كامل كتشوف هادي كحله، هادي بيضاء، هادي زرقاء، وراه صافي راه ما عندكش قوه الاراده لديك الدرجه، راه ما غاتوصل لديك الدرجه ديال قوه الاراده ديال اللي غتشوف النهار كامل وانت كتشوف وما غديرهاش. شكون هذا اللي ما عندوش هدف في الحياه؟ حيت شي واحد عنده هدف في الحياه غيركز كاينه غيركز غيركز. على شي حاجه اللي غادي حتى هذا سبب ما كيكونش بنادم عنده غايه، واحد الغايه من الحياه، كيكون صافي. ريح في الدار لا كيدخلوا التليفون. للمدرسه، المدرسه حتى هي داخله في هادشي، راه المدرسه حتى هي داخله في هادشي،
كتدخل كتلقى البنات حتى هما قاصرات حتى هما دايرين متبرجات وكذا صافي حتى انت دخل الدار غيبان ليه، خرج الزنقه غيبان. خرج للمدرسه مشى للمدرسه قال لك واحد الشيخ عثمان الخميس اللي عرفتو عاود واحد القصه قال لك جا واحد ولد خالته ولا ما عرفتش كيجي جا من ميريكان جا يقرا كان كيقرا في ميريكان جا كيقرا في السعوديه والامارات ولا كيجيب خايب شدو عثمان داك عثمان الخميس شدو قال له مالك انت تجي في ميريكان تقرا جي هنا مابقيتش تقرا هو يقول ليه الفتنه قال لي شنو الفتنه هنايا وانت كنتي في ميريكان فين الفتنه راه كاينه في ميريكان قال لي شوف شيخ في ميريكان كتشوف البنت جايه تقرا كتخرج معاها متبرجه ما والو كتفيق الشكاره كتجي تقرا هنايا راه جايه دايره العكر دايره الماكيات راه لابسه الحجاب وفي نفس الوقت راه فتنه راه فري بصح راه الفتنه هنا ما تيجيوش يقرا راه حتى حد ما تيدخل المدرسه باش يقرا يكذب عليك كذاب جوج ولا ثلاثه دوك اللي كتلقاهم في الصف القدام ولا باغي يقراو في كل قسم حتى حد ما باغي يقرا واش بنت مقاده شعرها واش جايه العرس ولا جايه تقرا ومن الاخر وتا الدراري ما جايش يقرا يدوز الوقت هاد اللعيبه زعما هاد اللعيبه علاش كيديروها الناس بزاف علاش كيمشيو للمدارس كتخاف عليهم واحد المسؤوليه هاد الهضره ما تعجب حتى شي حد ما تعجب حتى شي حد حيت هي القاصحه وهي اللي كاينه المدارس تيمشيو لهم الناس باش يبريو الذمه ديالهم برد ضعيف ما مساعد تيقول انا اللي موني المشكل حازق انا اللي مني المشكل درت انا اللي درت زعما المهم الله اللي يعاون ولكن فهمتي ما باغي يبري الذمه ديالو ما دارش مريح في قهوه اخويا عندي والله الا عندي ليسونس بلاد ما عطاتناش البلاد قرينا حتى الباك والماستر ديما هذا الشيء علاش باغيين يقراو هذا الشيء علاش تيمشيو للمدارس ما تتسولو تجي والله خويا تخرج مع السته للمدرسه تسولهم كاملين واحد واحد شنو استفدتي من المدرسه غايقول لك والو كيما قالت هذيك والو ما غايقول لك استفد والو واش تمشي للمدرسه علاش القرايه العلم وانت العلم راه كون بغيتي العلم كون قريتيها كتاب الله انت تتحل كتاب الماضي اكثر من كتاب الله وباغي العلم واخر ثلاثه ديال الحوايج الدوبامين ما عندكش مصدر ديال الدوبامين اخر يعني الدوبامين الوحيد اللي عندك طالع في حياتك هو العاده السريه يعني ضروري غتحس بالانجذاب ليها الماكله اللي كتاكل واحد الدري قلتها ليه في الاول ما تيقنيش حتى بدا كيتخلون عاد هو تيقني قلت ليه راه الماء راه تقدر تكون دايزه فيه واحد النسبه ديال الاستروجين اما تنقولش دابا هادشي علميا تثبتو انا ولا تقدر حيت حيت عندها معنى حيت انا الصراحه كون كنت في يدي نقدر نديرها كاع انا ما عنديش المشكل كنت انا في يدي الا بالنسبه لي ان الا درت واحد شويه د استروجين واحد النسبه الا درتها في الماء دوزتك مع الروبيني راك غادي تولي شويه فيك مأنت وشويه غتمشي تبقى تولي مستهلك نديرها علاش ما نديرهاش وانت غتعطيني مليار ندوز ديك شويه د استروجين من الروبيني تولي تعطيني مليار ونقول لك لا قلتها ليه وقال لي لا 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 من بعد عاد ولا تيشوف ان الناس الاغنياء ما تيشربوش من الروبين ولا كيشوف الناس الاثرياء كيخسر 40 مليون في الشهر على الماء كاين شي حد تيديرها شي حد عادي تيديرها 40 مليون على الماء قراعي ديال الماء عادي تيجيو قراعي الدجاج في الشهر كيجيو ليه ستوك ديال القراعي ديال الدجاج ما تيبقاش الروبين تيغسل بها الماء ستوك ديال القراعي ديال الدجاج كيشربوا 30 مليون 40 مليون باش كيجيبوه علاش في نظرك هاد اللعيبات تقدر تكون دايزه نسبات تقدر تكون هادشي غلط يقدر يكون هادشي غلط يقدر يكون جايب دوك القرايه غير على ود داك الشيء اللي كيدوز من الجعابي دوك الميكروبات والكالكير وداك الشيء ممكن حتى هادي ممكن انا عطيتها نظريه هذه نظريه وصافي من الماء ندوزو للماكله الماكله كلها معدله جينيا كلها ما كاينش شي تفاحه قداك وكاس دبانه انا قداك عمرك تبان انا قداك كاس وترجع لهاد الراس والتمره تلقاه قداك مجهول قداك التمره انت فين هي النخله اللي قداش غتكون النخله اللي غتخرج تمره قداك وحده التمره تيكون صغيور كلشي معدل جينيا والسبب الاخر هو ايمانك ضعيف الايمان ديال بنادم الا كان ضعيف ما تيقراش القران ما تيصليش غيوقع فيها من الاخر ما تحتاجش هاد اللعيبه الشرح ايمانك ضعيف طيح فيها شنو الفرق ما بين العاده السريه والاباحيه؟ الفرق بين العاده والسريه بزاف ديال الناس غتكون انت الشيم وانت الشيم تيخرجوا تيقول لك العاده السريه مره في السيمانه راه مزيانه وراه هذا راه ماشي جاهل راه شدو في شي قنت ندخط ليه كيفاش العاده السريه مزيانه واش شي حاجه ما خلقش الله حاجه مزيانه غايقول لك الله ديرها الرسول غيكون كيدير لك كنت مزيان ما الخير سبقوا لكم الرسول كاين حديث وقيل والله ما بغيتش ندخل في الدين حيت خفت نغلط ما خصناش نغلطوا في الدين كاين شي حديث يقول فيما كان شي خير سبقنا ليه الرسول كون كانت العاده السريه فيها خير كون داروها الصحابه والرسول من الاخر الاباحيه اكثر من العاده السريه هي الاباحيه اكثر من العاده السريه انا دابا جاوبت غير الناس اللي تيقول لك العاده السريه مزيانه
هي راه الاباحيه اكثر من العاده السريه، ولكن حتى العاده السريه شويه، حيت الاباحيه اللي كتسبب اغلب الحوايج. العاده السريه غير كتخرج داك السائل اللي عندك فيه القوه. اما الاباحيه الا كديك المثليه، الا غتمرض كتولي تشوف شي حوايج اللي ما تعجبوكش، كتولي تشوف العالم كله اباحيه. كتشوفها راجل غادي كتخيلو كيضرب فشي وحده، راه هادي راه مشكله صاحبي، راه كبير هادشي ما غنخبيوش عليكم. راه نتوما عايشين هادشي وتتعيشوه. راه الحقيقه كاينه، ما خصناش نبقاو نخبيو الحقيقه. راه ديك ديال تخبي الحقيقه وتبقى ما تقولش وتحشم، راه هي اللي خرجت عليه بكل صراحه. راه كون كان باك يشدك من صغرك يقول لك ولدي راه ها انت اش كاين، راه هاد السيت هذا كيبدا بي او ولا باكس ولا باش ما كيبدا، راه اش فيه، راه غتدخل ليه، راه غتمتع واحد شويه، ولكن راه من بعد اش غيوقع لك، اش غيوقع ما غتدخلش ليه. انت تسمى باك ما تيقول لك والو، امك ما تقول لك والو، شي المدرسه تيقول لك عشير وشوف دير طان 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 بوان كوم وشوف شنو يوقع لك. كتدخل تما كتبقى تكتشف تعجبك تتبدا تبلع. صافي كون قال لك باك تقول ليه، يقول لك دير طا طا طا، دخلت ليه صافي سير فحال، عارف اش فيه يلا سير فحال، ما غتدخلش ليه ما غتبلاش. هاد القوه ديال كنخبيه وهي اللي خلات بنادم يتبلع. عطينا شي حل اللي بغى يقطع، اللي بغى يقطع زعما بغى نحب يتعافى من هاد العاده. تعافى بمره. كاين واحد اللعيبه كيبغيو يديروها كلشي كيبغي يديرها، عمرها صدقات لي وكنقولها ديما في فيديوهاتي عمرها غتصدق ليك، هو داك التدريج. التدريج خدام، ولكن التدريج العفوي. شنو هو التدريج العفوي؟ شنو هو التدريج اللي ما خدامش؟ التدريج اللي ما خدامش هو تحط واحد الورقه ولا شي لعيبه تقول غنديرها اليوم مره، دوز 5 ايام نديرها مره، دوز 10 ايام نديرها مره، ما غتصدقش ليك. شحال من مره درتيها؟ شحال من مره درتيها فايت درتيها انت؟ ما غتصدقش ليك. انا درتها 100 مره درتها ما صدقاتش ليا. التدريج العفوي هو كتشد انت، راه ما كتعولش على داك التدريج، ولكن كتشد كتجلس كتقول ما غنعاودش نديرها، كتبقى تزير 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 كتوقع في الغلط، كديرها كتعاود ما غنعاودش نديرها، كتزير كتزير تزير اكثر من المره الاولى، كتزير كتزير كتعاود توقع فيها. هذا هو التدريج العفوي. ما كتكونش معول انت انك كدير التدريج، كتكون معول انك كتقطعها بمره، غير كتزير كدير التدريج. هذه كتقطعها بها، هذه تقدر تقطعها بها، كاين بزاف ديال الطرق منها هذه تقدر تقطعها بها. ثاني طريقه، ثاني حاجه ضروري هذه ما يحملها حتى شي حد، ما يحملها حتى شي حد، حتى هما باغيين الساهل. انا عارف واش باغي، كلشي باغي الساهل. هي المقاتله، خاص تقتل راسك، خاص تقج راسك من الاخر. بنادم شنو باغي؟ باغي يقطع العاده السريه، هو انت هو تيقج فيها وما باغيش يقج راسو باش يحبسها. واش تيبغي يدير؟ باغي يقول صافي غنقطعها، غدا ينوض ناشط يتريني يضرب كذا ربا كذا زوين، ما فيه حتى شي، ما يحسش كاع بالشهوه، باغي يقطعها. راه ضروري ما غتحس الا كانت هكا، راه حتى شي واحد ما يكون بلي بها. راه الا كانت الحياه كتنال بالثمن، راه حتى شي واحد ما غيدير شي حاجه. راه غتحس بديك الشهوه وغتبغي ديرها، وغتحس براسك ما مزيانش وما غتكره وما غتبغيش ديرها، عاد باش تقطع وخاصك تقاتل ودوز من هاد الشعور باش عاد تقطع. ثالث حاجه، حيد التليفون. هادو جوج حوايج صراحه مرتبطين. حيد التليفون والبنات. التليفون كيديك البنات، الا شتي البنات في التليفون بحال شتيو في الواقع، انت ما تشوفهم لا في التليفون لا في الواقع. الانستغرام تعيا ما تصفي غيطلعوها لك، تعيا ما تصفي غيطلعوا لك شي وحده. تيك توك تعيا ما تصفي غيطلعوا لك شي وحده، واخا تكون كتفرجها في القران، واحد النهار غتجي غطلع وحده غتشوفها، غتغيرك تشوف وحده اخرى، تطلع لك وحده ما كدوش في الثانيه. هذا هو المشكل اللي كيديروا الدراري. شي في انستغرام علاش كيتوسخ لهم، مع كتطلع وحده كيكون كيتفرج مثلا في القران ولا موتيفاسيون ولا اي حاجه، كتطلع ليه بنت هو مزير كيبقى يشوف فيها واحد 10 ثواني، ديك 10 ثواني كتفهمها الالغوريثم، كتفهمها ان داك الانسان عجبو هذا الفيديو بقى تيتفرج فيه بزاف، كتطلع لك بنات اخرين وهي غادا كتطلع حتى كيتوسخ انت كتنوض كدير صافي. رابع حاجه هي خاص تبدل العادات ديالك، تعمر وقتك. ما يمكنش ما ديرهاش وانت وقتك خالي. وماشي كنقول لك عمر وقتك تعمره مره، حيت كاين بنادم اللي كيعمر وقته مره. اش كيدير؟ كيقول لك مثلا تينعس بالليل تيقول ما نديرهاش غدا، غنمشي نتريني ساعتين، غنمشي نقرا، غنرجع كتاب غنقرا، غندير هادي غنعس. افري غدا داز، وبعد غدا بعد غدا تيبغي تينوض تيلقى خاوي ما قاريش ما كايناش لاصال، مشى دار من الاخر مشى دار صافي. عمر وقتك بعادات. الا غتعمر وقتك واسمح لي خاص تعمر وقتك من الاثنين حتى للحد وتتعاود. غتقرا كتاب مثلا نهار الاثنين من 8 ل 10، راه كل اثنين تقرا. التريني من 6 ل 10 في كل اثنين ديرها. فهمتي؟ خاص تبقى شي حاجه اللي فيكس باش ما تلقاش وقت. هادشي دابا اللي كنقول هادشي راه قاصح، ولكن على الاقل انت كتعتبر مدمن. هاد الانسان هذا اللي كيتفرج فيك كتعتبر مدمن، يعني خاصو بعدا يتعالج. يعني ضروري خاصك في الاول تقصح مع راسك باش تتعالج.
حتى تعرف تولي انسان طبيعي. دوز واحد العام واحد العامين تبدا تولي انسان طبيعي. ديك الساعه راه واخا طلع لك بنت في الانستغرام واخا تخرج تشوفهم ما كنشجعش على هادشي. دابا راه بنادم راه كيقلب على السبه يقول لك تشجع تشوف البنات اما تشجع تشوفهم ولكن غتولي تشوفهم ما غاتجيك ديك الرغبه ديال تمشي ديرها. ماشي بحال دابا حتى تعافى ديك الساعه رخف شويه على راسك. وخامس حاجه هي اللي ذكرتي لي قبيله مهمه بزاف مهمه بزاف هي الغايه في الحياه. الا ما عندكش غايه صافي كتبقى عايش كتبقى تابع المتعه ديالك ما عندكش واحد الغايه واحد الهدف اللي قدامك خاص تحققه. ما ملهيش بشي حاجه خاص تلعب شي حاجه كما بغات تكون. هذه في الحياه باش ترتاح خاص تلعب شي حاجه. تلهيتي بحاجه مزيانه تلهيتي بالصلاه والعباده وداك الشيء هادشي الجنه. تلهيتي بشي هدف دير الفلوس وكذا 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 درتي دوك الفلوس وما تبعتيش طريق الله غتمشي لجهنم. المهم تكون عندك واحد الغايه غتعيش مرتاح حيت تتبع ديما واحد الهدف ما كيتقاداش. فهمتيني؟ دابا نتايا دزتي منا ولي مدة باش قطعتيها، لاحظتي شي تغيرات في نفسك ولا؟ دابا انا قطعتها عامين عامين باش قاطعه دابا. التغييرات اللي لاحظت تغييرات كثيره ماشي هما اللي كيتوقعوا الدراري حيت انا عارف الدراري كيتوقعوا لي سوبرمان نهز كذا من لوح من الشجر. ما كاينش داكشي ما وليتش كنمشي كنكون غادي كيبقاو يشوفوا فيا خمسه د البنات لا. ما كاينش هاد التغييرات هادي تيكذبوا عليهم تيقول لك لا تولي تتجذب الطرف الاخر تدوز يبقاو يديروا فيك البنات ما كاينش داكشي. تيكذبوا عليك. كتولي الجسم ديالك العضلات كيوليو يكبروا دغيا كتولي تنشف دغيا كيولي الجسم ديالك طبيعي كتولي تنشف دغيا. الماكله اللي تاكل ما تتبقاش تمشي لدوك ديك العمليه ديال تكوين الحيوانات المنويه كتمشي للعضلات كتولي تنعس شويه كتفيق دغيا تنعس 6 سوايع 5 سوايع 4 سوايع كتفيق فيك واحد شويه العيا ولكن ماشي كما كنتي كما شحال هادي ما كنت 12 ساعه الناس. اما العقل هو اللي عليه كلشي. العقل كما قلت في الاول ما كيبقاش داك الدوبامين طالع عقلي ما عارف نسى ان العاده السريه حل. باغي عقلي باغي الدوبامين ولكن نسى ما بقاش معتبر ان العاده السريه واحد الحاجه اللي غتجيب لي الدوبامين بحال نساها. فهمتي يعني ملي كنكون باغي الدوبامين اش كيجي في عقلي دابا انا حد الان كيقول لي عقلي سير ضرب شي همبرغر سير مثلا دوي مع شي بنت سير دير شي حاجه. دابا المدمن اش كيجيب ليه عقله اول حاجه كطيح ليه عقله ملي كينقص ليه الدوبامين سير دير العاده السريه. انا مابقاش عقلي تيقولها لي. فهمتي عنده حوايج اخرين باش يجيب الدوبامين وفي نفس الوقت الدوبامين وليت كنلقاه في الخدمه وفي القرايه ولا عقلي تيحفزني باش نخدم ونقرا وليت مثلا نلقاش مشكل نخدم نجلس 8 السوايع 12 ساعه نخدم ونقرا عادي. اهم حاجه اللي باغيين هاد الدراري تيقلبوا عليها هو التركيز. عقلي عارف راه ما كاينش الدوبامين عارف ما غياخذ الدوبامين في بلاصه اخرى. غير تنحل ليه داك الكتاب تيبدا يقلب بحال شي واحد جيعان تحط ليه قدامه الماء تيبدا يقلب على الدوبامين. قرا 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 مركز حتى كيلقى ديك اللعبه ديال الدوبامين كيطرخها كياخذ ديك المعلومه جديده حيت المعلومه ماشي معلومه كنتيش عارفها كضرب ديك الطن راه واحد المتعه كيحس بها يحس بها اللي يقرا. دابا هاد التغير ديال الدوبامين اه واش خدم لك هاد العامين كاملة ولا غير شوية ديال الوقت باش بدلتي الدوبامين سؤال السلبي مزيان سؤال بالدوبامين مزيان الإيجابي؟ سؤال مزيان لا ماشي ما ياخذش منك عامين كامل غير واحد 6 شهور 5 شهور 3 شهور ديك اللعبه 3 شهور كاع ما كايناش كتكون الرغبه حتى من 3 شهور. خاص نديرو. خاص الانضباط من الاخر كما قلتي خاص الانضباط. بنادم كيتوقع يحبسها 3 شهور صافي ما غيبقاش يدير. غتحبسها 3 شهور وغتجيك الرغبه تعاود دير. انا راه حابسها عامين وشي مرات كتجيني الرغبه ندير واحد 6 شهور بلا بها وانت كتريني. حتى الشيء الاخر حتى هو كيلعب دور الماكله منقيه راه ماشي غير هي راه الا كنتي ما كديرهاش وكضرب همبرغر وكذا راه ما تركزش راه تبقى مبهلط ديرها مبهلط. خاص تركز تريني تقطعها تقرا تعلم غتولي تركز تولي في راسك انك تولي في راسك حياه صحيه واحد اللايف ستايل اللي صحي غتولي تركز غتولي ناضي. دابا نقول لك واحد اللعيبه ما تيقونيش هي دير هادشي ويولي يدخلوا الفلوس غتولي انت تدخل الفلوس الا درتي هادشي اقطعها وقرا وتعلم وتريني بلا ما دير حتى شي حاجه تولي تدخل فلوس تلقى راسك كتدخل فلوس بشي طريقه. اهم حاجه اللي كيقلبوا عليها الدراري حتى هي كيقلبوا عليها هي وليت كنقلب من الغايه ديالي في الحياه. ما بقيتش غير عايش نتفليكس العاده السريه الماكله همبرغر كذا كتقلب على الغايه ديال علاش تزاديتي انت. هذا السؤال راه تلقى كاع اللي كيتفرج عمرو طرح هذا السؤال. هذا السؤال راه صعيب راه ما يطرحوش بنادم حيت صعيب تفكر فيه كيبرز العقل. علاش انت دابا انت علاش كتفرج فيا دابا علاش هذا السيد كيتفرج فيا كاين اللي فهمتي شي حال التليفون مابقاش معنى وكيتفرج الحياة علاش ديالو. انت علاش الله خلق واحد الهدف. الله ما تيخلقش شي حاجه عبثيه. الله خلق الانسان وخلقك انت بالضبط الهدف تحقق شي حاجه في الدنيا. شنو هي هاد الحاجه لقيتيها عرفتيها. دابا اللي قاطع يلا قاطع وغادي شهر شهرين
صافي تيحس براسو بدا كيتغير. يحس هذا كيفاش مشكل يقدر كبير. يتجنب هادي؟ هذا مشكل كبير. الدراري بزاف تيقول لك الا ما درتيهاش وفين تفرغ، فهموا كلشي غلط. اقسم بالله حتى فهمتوا كلشي غلط. شنو تفرغ؟ واش الا قلت لك دابا عطيتك سطر قلت لك فرغ الدم خويا، علاش غتفرغ الدم؟ هي الدم شي حاجه مزيانه ليك، وحتى الحيوانات ما هي ولا شي حاجه مزيانه ليك. هما اش داروا؟ ردوا العاده السريه حل انك تفرغ بها، وردوا الاستحلام مشكل. راه ما يمكنش، راه حمقوني بهذه. انا ملي درت داك الفيديو حمقوني، تيقول خويا شنو هو الحل ديال الاستحلام؟ اش من حل؟ اش من حل؟ والاستحلام راه الله خلقه باش انت داك التفراغ اللي غتفرغو بالعاده السريه. الله خلق لك الاستحلام باش انت ما تمشيش، باش انت تبقى حافظ على الفراغ ديالك، باش تمشيش دير العاده السريه. خلق لك الله الاستحلام باش بلاصه ما تخرج كاع الحيوانات المنويه، الاستحلام كتخرج دوك اللي مرض، دوك اللي زايدين كتخرجهم في الاستحلام، كتخرج واحد شويه باش ما يوقعش الاحتقان. انت وليتي باغي تخلص من الاستحلام وباغي دير العاده السريه، غنبقى بنادم في الشكل تخربق. بنادم بارامترات تقلبوا في هاد البلاد هادي نقص الوعي. بزاف. بنادم حاضر السكرولينغ والريلات تيقول لك لا، الريلات تيطلعوا لي مفيدين، لا افاده في الريلات. من الاخر ما كايناش افاده في 10 ثواني 30 ثانيه. 30 ثانيه ما فيها افاده. الا كنتي غتفرج تستافد شي ديك 10 ثواني 30 ثانيه 40 ثانيه اللي استفدتي فيها، عرف انك تضريتي اكثر من اللي استفدتي. خديتي معلومه ولكن راه عقلك خورتيه، ما غتقدرش تجلس تشد كتاب من مور ديك المعلومه، حيت عقلك عرف ان المعلومات يقدر ياخذهم غير في 30 ثانيه. ما غيجلسش يقرا كتاب باش ياخذ معلومات. غتجلس في قسم عرف ان الريلات غتاخذ فيهم ديك المعلومه غير في 30 ثانيه، ما تجلس تركز 5 سوايع مع استاذ. اما بالنسبه اللي تزير وبغى الحل، راه الله خلق لك الصيام. الصيام الا ما كنتيش عارفه، والله الله عطانا الحلول. شي مرات الله ما شرحش لينا علاش، الله عطانا الحلول وقال لك هذا حل، حيت اصلا ما حقناش نسولو. ملي مآمن انت مسلم عطاك قال لك حل الله، راه حل هذا راه حل. وصاني الرسول بالصيام ياك، قال لك الصيام علاش قال لك الرسول خاصنا نصوموا؟ باش تحد من الشهوه، حيت الجسم عنده واحد الهرم ديال الاحتياجات. ما يمكنش تكون كتموت بالجوع، كتموت بالجوع وتقول لي غتفكر دير الجسم مع مرتك ولا شي حاجه. اول حاجه تفكر فيها هي تشبع كرتك. ما يمكنش تكون كتموت بالنعاس وكتفكر في الجنس. يعني ان هرم احتياجات والجنس جا مور الماكله والنعاس. داك الشيء ملي كتصوم الجسم ديالك ما كيبقاش يقلب على الشهوه، ما كيبقاش يقلب على انه ما كيفكر غير يشبع شهوات البطن. كينسى الفرج حتى كتشبع شهوات البطن. داكشي علاش قال لك الله الصيام كيساعد انك تصبر راسك. صافي في الليل مور الليله مور العشاء غتنعس، صافي الغدا عاوتاني. المهم صوم ماشي ديما، ماشي غتصوم ديما نتايا الاثنين والخميس، صافي راه قاضي الغرض. الحاجه الاخرى قبل ما نسولك انا عندي لك واحد السؤال. هي الغايه، خاصك شي غايه في الحياه. هذه ديما ذكرتها وعاودتها لانها مهمه، والدراري ما غيعرفوش انها مهمه. راه بنادم راه ما تيتعلمش المعلومات حتى كيتقرص بها، عاد تيتعلم. راه ما عمرك شي يقول لك عشيرك ما دوز من ديك الزنقه، يقول لك عشيرك ما دوز من ديك الزنقه راه فيها الكريساج. والله حتى دوز حتى تكريسه عاد ما تبقاش دوز منها. وانت التكريسه تشتي واحد الشيرك اخر تقول لي ما دوز من ديك الزنقه فيها الكريساج، دوز منها تيتكريسه حتى هو. بنادم هكا تخلع ما كيسمعش راسو كيتصمى. خاصو يجربها هو ويتقرص هو عاد خلي كلشي يتقرص، اللي بغى يتقرص يتقرص. الغايه في الحياه تقلب عليها، ما قلبتيش على الغايه في الحياه غتبقى تقرصك ديك العاده السريه وغتبقى تقرصك حتى غتندم. عاد تبدا تقلب تقول واه كون درت الغايه من الحياه ديالي. الغايه من الحياه خاصها ضروري تكون عندك، سواء كنتي باغي دير اي حاجه باغي ديرها في الحياه. المهم عندك واحد الهدف اسمى، واحد الهدف اللي ما كيتسالاش، ما خاصوش يكون كيتسالى داك الهدف. دابا السؤال ديالي لي يقول لي انت العاده السريه دابا هضرنا عليا انا، دابا نتايا شنو كيفاش تخلصتي منها؟ شنو الاسباب اللي خلاوك ديرها من الاول؟ امتى بديتيها؟ شحال دابا باش قطعتيها؟ شنو وقع ملي قطعتيها؟ قول لي عليك انت، شنو التجربه ديالك معاه؟ نبداو بعدا امتى بديتيها؟ قول لنا امتى بديتيها باش الناس يقارنوا يعرفوا واش هما فايتينك ولا انت فايتهم. غير يعني تعجب الناس تكون هذه المقارنه. قول لي انت امتى بديتيها؟ ما نكذبش عليك، بديتها في سن صغيره. صغيرة، نقول لك 15 عام 16. بديتها قبل منك انا وي. والله. المهم وقيته المراهقة راك عارف 16 15 بحال هكاك. المهم بقيتي غادي على 17 غرقنا و واللي داني لهادشي هي الإباحية، بسبب شي الإباحية. ياك ماشي حتى انت قال لك دخل هاد اكس بوان كوم لا فهمتي انا تنزيد ليا انت انت راسك. قلب. لا حتى انا قلبوني، انا قال لي ادخل دير دخلت وعجبني داك الشيء. ولكن تما بالك شديش عليه ما عقلتش مزيان. المهم انا كيكون في راس بالك. الادمان ديال العاده السريه كان جاني من الاباحيه. امتى بديتي كنت كطاك؟ وليت مدمن على الاباحيه في سن المراهقه.
كنت ماشي شي ادمان. المهم وليت كنت نقول لك تنمارس العاده السريه 3 المرات 4 في النهار لا في السيمانه. 30. في السيمانه لا ماشي في النهار. لا كاينه راه كاينه شحال من واحد داز منها. انا شي مرات كان عاقل فاش كنت انا صغير، آه. شي مرات درت 3 كنوصل 3 4 في النهار. انا اللي خلاني بقيت غادي فيها إمم. هو في ديك السن ديال المراهقه كنت كنتريني. وديك فاش كنت كنتريني ما كانش ما كيبان ليا، أثراتش عليك ما بزاف. اثرتش عليا بالمره في الجسد ديالي ولا في التحركات. غنعوم ما غنعياش، على الكره ما غنعياش، غنجري ما كتكون طاغة، غنعياش. كيكون جاد ديك العصر. فهمتي لونطريمون ديالي ما بيناتهاش. إمم. اما العقل ديالي كلاه كلاه. ما بقيتش كنركز. رديت لك البال، والله الا رديت لك البال. ولكن اللي لاحظت من بعد ان العقل ديالي بدات العقل ياكلها. العقل. بدات ياكلها ما بقيتش كنركز مزيان. نقدر نبقى نقرا ما تحفظش شي حاجه، تتولي تنسى، تتولي تلاحظ بان فهمتي الجسم ديالك راه عادي ولكن العقل ديالك بدا ياكل الطاق. بدات ياكل العقل ديالك الدق. هادشي دابا راه شويه، دابا تي راه امتى شحال باش قطعتيها دابا؟ دابا شحال عندك شي 22 عام؟ عندي شحال باش قطعتيها دابا؟ 22 قطعش في 17 قلتي غرقتي في 17. 17 تكون عرفت. ديك 19 20 ولا لا نقول لك دابا شي عام. بحال هكاك شي عام بحال ما هكاك. عام كبر الفرق. ولكن قبل هاد العام هذا صافي مابقيتش كنقلي. إمم. حيتاش مابقيتش انا دير لك واحد العرقله كبيره ما تخليك لا تقرا، ما تخليك لا تحفظ، ما تخليكش تريني. الناس ديالك ماشي راك عارف الناس ما تبقاش تشبع ناس. واش بغيت دير شي حاجه طفى لينا التليفون دابا فاش كنا في النسيان. قلتي لي ما كتنساش واقيلا باش كتغدى. شفنا الفيديو قلنا تنسى فاش ما تبقاش تغدى. كتبقاش تنسى. تولي عندك واحد القوه تولي عندك واحد القوه في الذاكره ما يمكنش تقدر. كان شي حاجه تقرا كتاب فهمتي انت تقرا وساي. دابا لا التركيز تيولي قوي بزاف. جربوا يخلعكم التركيز اللي غادي يولي عندكم راه. حتى الافكار كتقول عقلك كيجينيري افكار اللي ما كنتيش كتوقع انك غتخرجهم. هذيك ديال عرفتي الاطباء ديال من العلاقات الرجال. الجنسيه. اه. الاطباء ديال العلاقات الجنسيه باش تخرج عندك طبيبه تجبان في ديك العياده طاب ليا كدا ضربه هذيك لا عرفتو. تقول لك تمارسها مره في النهار مفيده للجسم. بنادم مالو تيمشي يمارسها 2 مرات تيبغي 2 استفادة. تقتلوا روسكم والله. عندك واحد الطاقه محدوده في حياتك. في نهارك عندك واحد الطاقه محدوده كتضيع 50% ديالها مع العاده السريه. ما تقولش هي غديرها وغتخدم، لا ما يمكنش، ما غتركزش وما غتخدمش مزيان. ديجا باش ضيعت 50%. دابا المشكله راه عرفتي ملي قلتي لي دابا الهضره طاحت لي واحد اللعيبه في عقلي. المشكله دابا الدراري راه هادشي كيجيهم عادي. دابا هما كيعيش نهارو كيحسب لي راه هو طبيعي. راه مشكله، اكبر مشكله هي هادي. دابا الدري ما جربش انه يقطعها واحد العامين، كتلقاه من صغرو وهو شاد عليها. ما عرفش الا ما كانش كيديرها كيفاش غادي يكون. يعني ما عندوش شي حاجه باش يقارن. هو دابا كيديرها كيحسب راسو راه هذيك هي الحاله الطبيعيه ديالو. يعني داك الذكاء اللي عنده راه هو الحاله الطبيعيه، ديك الطاقه الجنسيه اللي عنده هي الحاله. راه ماشي هي ديك الحاله الطبيعيه ديالك. راه تقدر توصل لشي ذكاء انت اللي ما متوقعوش، ما عمرك شفتيه. حيت داك الذكاء عمرك شفتيه حيت انت ما عمرك قطعتي اصلا العاده السريه. وما عمرك غتعرف انك انت دابا ديك هاد اللحظه ما عمرك كتعرف انك في هاد اللحظه راك ناقص، راك عيان. ما غتعرفهاش حيت ما عندكش باش تقارن. ما عرفتيش راسك منين ما درتيهاش شحال ديال الطاقه تكون عندك. جرب واحد العامين ما ديرهاش وتشوف الطاقه اللي تولي عندك ديك الساعه ملي غديرها تحس بالفرق. زهقنا كاينه احتماليه كاين ديال شي اننا واحد نرجعوا لها. ها كاينه احتماليه نرجعوا لها بحال والو. نشوف احتماليه باش ترجع ليها. قلات ولكن يمكن. ما نشوف ما كانش عندك شي هدف راه ترجع ليها طبيعي الحال. ما يمكنش تخلص منها. خلي دير واحد الهدف قدامك وخدم عليه صافي غيخليك يعني ما يمكنش، تزيد قدام. ما يمكنش تخلص منها. ما يمكنش تخلص من هذاك التخلص اللي بغيتيه انت، اللي عارفه انت ديال تخلص منها تمسحها من حياتك. ما يمكنش. شتي واخا تخلص منها ما تبقاش ديرها ضروري ما غتقدر لك في عقلك. ضروري ما غتقدر لك في عقلك. ما ديرهاش 5 سنين يجي واحد النهار دابز غطرى لك شي لعيبه غتجلس غتفكر ديرها. ما خاصكش ديرها، خاصك تكمل قاطع. فهمتي يعني بلا ما تتوقع انك تخلص منها تحيد لك من عقلك نهائي. ما غتحيد حتى مرحله دزتي منها. هذاك اللي تيكمل وتيتبلا بالكارو راه عمرو تينسى الكارو. راه فيما تيشوفو تيتفكر ان واحد الوقت كان بلي بيه. بنادم ولا تيلقى صعوبه في الزواج فهمتي. وكاين الزواج هو الحل وصعبوه. الزواج هو الحل ديال هادشي كامل. يهني. الزواج هو الحل الزواج هو الحل ديال هادشي وغتهنى من كلشي. بنادم دابا صعب عليه الزواج
خصوصا وليتي خايف تيقول لك دا نولي مجرجر معاه تدير ليا خصني ندير بحال حكيمي روينه كحله فهمتي. اللهم نمشي نقضي الغرض بوحدي يدي ذاتي كافيني ولا نمشي. صويبينه ديال درهم. المهم اللي بغى يشوف الحلقه الاولى ماشي الحلقه الاولى، واحد الحلقه من هاد الحلقات اللي جلسنا كندويو انا وياه دوينا على الناس ديال القرايه ديال الباك. الا كان عندك الباك هاد الفيديو غيعاونك بزاف كيفاش تنجح حنايا جبنا 18 وغنعاونك حتى انت تجيب 18 ان شاء الله. دخل تفرج في الفيديو ها هو غيبان هنا. تشاو.